اهلا بيكم في فيديو جديد من اسهل ضفيره لاحلى كيوت جيرلز في كل الدنيا. انا مارينا، والفيديو ده معمول مخصوص علشان اجاوبكم على سؤال ازاي شعري لامع كده، او ايه اللي بعمله في روتيني اليومي عشان يخلي شعري بيلمع بالشكل ده. وده كان من احد الاسئله اللي جات لي في الكومنتس، ومرضتش بصراحه اجاوب مجرد كومنت، انا قلت لازم اشارككم بالاسرار اللي بعملها زي ما انا اتفقت معاكم. لو اول مره تشوفينا بليز اضغطي سبسكرايب اللي بتكون باللون الاحمر، وكمان ما تنسيش تفعلي خاصيه الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. خليكم معايا يا بنات، يلا بينا نبتدي. في البدايه مهم جدا جدا تعرفوا يا بنات ان شعرنا ده اهم حاجه تقريبا بنحافظ عليها. لما بنكون بنتعامل معاه صح بيدينا افضل نتيجه ممكنه. مهم جدا 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 ان احنا نكون بنقص الاطراف على الاقل كل 40 يوم. مهم جدا انك تعملي ده بشكل منتظم عشان شعرك يديكي احسن نتيجه ممكنه. مهم جدا جدا للبنات المحجبه او للمنتقبات ان هم يكونوا بيحافظوا على شعرهم. تحافظوا على شعركم ازاي؟ بانكم لما تيجوا تلبسوا الحجاب بلاش تلبسوا حاجات بوليستر او حاجات ستان. الحاجات دي بتأذي الشعر جدا وبتمنع الهواء عنه. فعلشان تحافظي على شعرك مهم جدا جدا تلبسي تحت الحجاب حاجات قطنيه، وبعدين شكلي براحتك جدا عشان يوصل للشكل النهائي في الحجاب اللي انت قررتي تلبسيه. جدا يا بنات لما تيجوا تسرحوا شعركم تستخدموا القماشات الخشب او الفرش الخشب. انا الحقيقه مش بفضل اطلاقا استخدم اي حاجه بلاستيك، لان البلاستيك لما بستخدمه في شعري او في اي شعر بنت تاني عموما البلاستيك بيولد موجات كهرومغناطيسيه، والموجات دي هي اللي بتكون السبب الرئيسي في ان شعرنا يكون متقصف من تحت او يكون متقصف بشكل عام، وطبعا بتسبب سقوطه. فعشان كده استخدمي مشط خشب وشوفي الفرق بنفسك قد ايه شعرك هيكون بيحتفظ جدا جدا بنعومته وفي نفس الوقت مش هيتقصف من تحت. من اهم الحاجات الروتينيه اللي كل مره بعملها قبل ما ادخل اغسل شعري اني اكون بعمل له ماسك. الماسكات بتحافظ على شعرنا جدا في حاله اننا نستخدمها صح. ماكسيمم يا بنات تقدروا تستخدموا الماسكات دي مرتين بس في الاسبوع، وده تبعا لنوع شعرك. يعني لو شعرك دهني بتغسليه تقريبا من مرتين لثلاث مرات، وبتستخدمي برضو الماسكات مرتين. لو شعرك عادي او جاف بتستخدمي برضو الماسك مرتين وبتغسلي شعرك مرتين او اكتر زي ما انت حابه، بس يفضل ما يكتريش عن 3 مرات في الاسبوع. طبعا الماسك اللي بستخدمه قبل ما بدخل الحمام فهو عبارة عن زيت الزيتون العادي اللي احنا موجود عندنا في كل بيوتنا، بغرق فيه أطراف شعري لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات قبل ما تاخدي حمام. ولو شعرك مش دهني تقدري تلبسي بونيه بحيث ان الأطراف كمان تغذي شوية الجزء اللي فوق، لكن لو شعرك دهني زيي بليز ما تعمليش كده أبدا، بس خلي الأطراف موجود فيها الزيت، وقبل ما تدخلي ب4 ساعات تكوني عاملة الماسك ده وتخشي تغسلي شعرك عادي جدا زي اللي انت متعودة عليه. مهم كمان قوي يا بنات واحنا بنغسل شعرنا نكون قبل ما ندخل مسلكينه، يعني قبل ما تحطي الزيت تقدري تسلكيه بالراحه كده طبعا بالمشط الخشب، وكمان تدخلي تبقي حاطه فيه الزيت وهو متسلك، لان لما بيدخل وهو مش متسلك انت للاسف يعني بتلعبك جوه وبيبقى الدنيا بايظه خالص، خصوصا البنات اللي شعرهم طويل قوي او اللي شعرهم متوسط الطول برضو ده بيكون عائق بالنسبه لهم. فسلكي شعرك قبل ما تدخلي عشان تحافظي عليه بقدر الامكان. كمان من التركات اللي بحب اعملها جدا بعد ما اخلص غسيل شعري كامل بجيب معلقه خل تفاح، ودي بتلاقيها عند اي عطار، هتلاقيها ازاز بتتباع عاديه جدا، وكمان بحطها على لتر ميه دافي. لتر الميه الدافي لما يتقلب عليها معلقه خل التفاح وتشطفي بيها شعرك بعد ما تخلصيه تماما هيديكي لمعه حلوه جدا، وهتقولي لي ان هو فعلا شعرك بقى يلمع. وده الروتين الاسبوعي اللي بعمله لشعري، وكمان بحافظ عليه بكل الطرق اللي انا قلت لكم عليها. بليز يا بنات جربوا تعملوا كده، وهستنى رايكم في الفيديو وكمان رايكم في اذا كنتوا جربتوا الحاجات دي او لا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكمان تفعلوا خاصية الجرس علشان تشوفوا الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو دوسي لايك، مفيش مشكلة تشيريه مع اصحابك عشان هما كمان يستفيدوا. ميرسي يا بنات، اشوفكم الفيديو الجاي.